كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. والله دي أسرع طريقة للعلاج من السحر والمس والحسد حتى الأمراض العادية، وفي نفس الوقت سبب في تأخير العلاج. وللأسف الشديد أكتر من 90% من المسلمين ما يعرفهاش. عارفين هي إيه؟ إنك بتقرأ الرقية الشرعية وإنت مش عارف معناها، فبالتالي مش هتلاقي النتيجة المرجو منها. واضرب لكم مثل، يعني إيه الله الصمد؟ شفتم؟ طب ايه الفرق بين الواحد والاحد؟ وايه معنى من شر غاسق اذا وقب؟ هي بقى دي مشكلتنا. لما نيجي نقرأ تفسير الايات دي، بل اعظم الايات في التحصين والشفاء والعلاج، وقتها العلاج والوقاية والتحصين يكون حاضر وقت بفضل الله. صدقوني يا جماعة، الفيديو ده المفروض يتنشر على كل منصات، لان ده الداء الاصلي عندنا للاسف. فاول طريق للعلاج اننا نقرأ تفسير سورة الفاتحة والاخلاص والفلق والناس والكافرون. وقتها تكتشفوا عظمة الآيات وجمال الآيات والشفاء اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها فيها، لأن الشافي هو الله وحده جل وعلا. فاللي المفروض نعمله دلوقتي قبل ما نقرأ الرقية الشرعية عشان تجيب معانا فايدة بفضل الله، إن احنا ندخل مثلا على جوجل ونكتب تفسير سورة الفاتحة، ونكتب بعض النقط المهمة. بعد كده تفسير سورة الإخلاص، ونكتب بعض النقط المهمة. بعد كده سورة الفلق والناس والكافرون. الكتابة مهمة جدا، لأن من أعمال الشيطان النسيان. ويا ريت بعد ما تقرأوا التفسير وترقوا نفسكم تكتبوا لي في التعليق إيه إحساسكم بعدها. يا رب نكون بنقدر نفيدكم بمعلومة في الفيديو القصير دهوت. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.